في سؤال بيقول معظم الناس اللي بيدخلوا الامتحان مش بينجحوا. بص، لو انت قلت لي ان معظم الناس مش بيدخلوا الامتحان انا معاك هصدقك، لكن اللي بيدخل الامتحان بينجح. يعني الحمد لله معايا انا في النتائج بتاعتي، الناس اللي معايا 90% تقريبا من اللي بيدخل بينجح، فاهم؟ آم، لكن هو المشكله الناس بتخاف تدخل، يعني الاسباب بقى. هو خايف يدخل، خايف يدفع فلوس وما ينجحش، مش عارف ايه. لكن هو الفكره ببساطه، لو انت حطيت لنفسك خطه عمل واضحه، دي سهله قوي اديها لك يعني، مع مذاكره بفهم بدون حفظ، مش محتاج تحفظ، مش محتاج تضيع وقت طويل في المذاكره، لكن فهم بس يعني، وتحل شويه اسئله، خلاص تدخل تنجح، هتدخل وتنجح، فاهم؟ فطبعا لا بالعكس، ده هو نسبه النجاح عاليه جدا في البي ام بي. بس انت استعد كويس، ما تمشيش ورا اي خطه وخلاص، حط خطه كويسه وخش